أنا تعرضت لشيء من التقصير من أبي. الأجازة كلها كانت المراهقين والشباب والفتيان في لهو ولعب، إلا أنا كنت أعمل عامل يومي. أنا ما أعرفش إلى الآن كنت عايش إزاي، ما كنتش أعرف إيه معنى طبيخ باللحم، مع أن الولد ما كانش معدم. لما جيت أتزوج برضه ما ساعدنيش، أملاكه صرفها على نفسه فقط، كلها التي ورثها عن أبيه وعن غير أبيه، ولم يترك لنا جنيها واحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الوقور أحمد كريمة اللي اتنكر قبل كده لدينه وقال إن اللي يكفر بالإسلام أو قال إن النصارى عموما ما ينفعش نقول عليهم كفار، وقال إن الجنة مش حكر على المسلمين وبس، رغم إن النصارى أجمعوا إن الجنة لهم فقط ولا أحد غيرهم سيدخل معهم الملكوت، ومع ذلك خرج يطبل ويستجلب رضاهم حتى ولو كان بسخط الله سبحانه وتعالى. الشيخ أحمد كريمة اللي اتنكر قبل كده للقرآن اللي حرم الربا في آيات واضحة، فراح هو بقى يحلله ويبيع دينه أكتر من أجل دنيا غيره. الشيخ أحمد كريمة اللي اتنكر للقرآن والسنة ووقف ضد النقاب والحشمة واتهمه إنه مش من الدين علشان يرضي بني علمان. النهاردة برضو خرج علينا الشيخ أحمد كريمة وبيتنكر لوالده اللي هو سبب وجوده في هذه الحياة، وبيقول ان والده ما كانش بيشتري لهم لحمة ياكلوها زي باقي الناس، وما كانش بيشتريها يعني علشان هو مش ميسور ماديا او شيء، لا ده كان قادر على تمنها وكان معاه، بس هو اللي كان بيبخل عليهم. اسمع كده. أنا تعرضت لشيء من التقصير من أبي. هذا التقصير رغم أن والدي كان رئيس للعمال في الري، دفعني إلى أن أعمل في الأجازة الصيفية في أشهر كان عندنا زمان التعليم الأزهري الإعدادي 4 سنين والثانوي 4 سنين. الأجازة كلها كانت المراهقين والشباب والفتيان في لهو ولعب، إلا أنا كنت أعمل عامل يومية طول الأجازة لأدخر مصروف السنة، فعملته من أول أولى كلية. مش عايز أقف في المحطة دي كتير، أنا ما أعرفش إلى الآن كنت عايش إزاي، ما كنتش أعرف إيه معنى طبيخ باللحم، مع أن الولد ما كانش معدم، ما كانش فقير. كنت السؤال ده يمكن يكون كان غير قادر. لا، كان قادر، كان رئيس عمال في الري. أما قصة عبرة بصحيح، يا سلام عليك وعلى تمثيل المشاعر وانت عايش في دور الضحية. أبويا عيني كان بيحرمه من الأكل وكان بخيل عليه. يا راجل ده حتى لو والدك كان كده ما ينفعش انك تطلع وتذكر مساوئه على الملأ كده وتفتح المجال لكل ابن أبوه مقصر في حقه انه يطلع ويتكلم ويشتكي للناس زي ما انت عملت وتبقى انت قدوته في الباب ده. هي دي آخرة التربية، بعد ما ربى وكبر وعلم وصرف تقوم تتنكر ليه بالطريقة دي؟ بس لحظة، هو أنا يعني مستغرب ليه؟ ده الراجل اتنكر للدين كله علشان يراضي العلمانيين والنصارى وغيرهم، مش هيتنكر لأبوه. بص يا حاج أحمد، كتير من بيوتنا كانت كده زمان، وكان الأب بيحاول يأقلم أولاده على ظروف معينة علشان لو الدنيا ضاقت قوي يبقى ما نزلهمش من مستوى عالي كان معيشهم فيه. ثانيا، حتة إنه كان بسبب ماسك إيده ده خلاك تشتغل من صغرك. بتتكلم بجد؟ والله بسألك، بتتكلم بجد؟ هو مين اللي منزلش واشتغل واتهان علشان يعرف قيمة القرش وعلشان يشيل المسؤولية؟ الناس بل الأطفال كلهم كانوا بيطلعوا ويشتغلوا في الأجازة علشان يساعدوا في مصاريف البيت وبيحوشوا كمان مصروفهم، بل وبيجهزوا كمان نفسهم للسنة الدراسية اللي بعدها بالفلوس دي، بداية من ملابس الدراسة للشنطة للكتب للمصاريف وغيره. أنا نفسي يا سيدي كنت بطلع واشتغل بداية من أجازة أولى ابتدائي، والله بتكلم بجد، وكنت باخد في الاسبوع 5 جنيه، وقبلها كان حد فاتح شغل كده جنبنا فكنت بروح اشتغل معاه وكنت باخد في الاسبوع 2 جنيه ونص، يعني في الشهر 30 يوم كاملين كنت باخد فيهم 10 جنيه. بشتغل من الساعة 6 او 7 الصبح لحد الساعة 10 بالليل، وما فيش سنة الا وكنت بشتغلها، واخر يوم في شغلي بيكون اخر خميس قبل الدراسة، يعني يا دوب اريح الجمعة ومن السبت ابتدي سنة دراسية جديدة. فما تحسسنيش يعني انك عملت انجاز. وفضلت شغال سنة ورا سنة لحد اولى ثانوي. كان عندي محل خاص بيا، مع العلم ان والدي متوفي وانا عمري 5 سنين وما كانش ليا اخوات ذكور كمان، وخرجنا واشتغلنا زي باقي الخلق. احنا مش عجبة يعني، كتير من الاباء بيكون عاوز يصنع راجل من ابنه فبيدفعوا للعمل علشان يطلع منه راجل خشن يعتمد على نفسه، ولعل دي كانت وجهة نظر والدك، بس اللي ما عندوش نظر هو اللي بيعتبر دي أسوأ وإهانة.
وحتى يا سيدي لو والدك اخطأ في التفكير وكان غلط، هل من حقك انك تطلع تتهمه بالتقصير كده؟ سيب تقيل شباب النهارده، لا وبيقول لك كمان في زماني في الاجازه الصيفيه كانت الاجازه الصيفيه دي بالنسبه للاولاد بيقضوها في اللعب واللهو، الا انا يا عيني. زمان فين ده يا حاج؟ هو انت لا مؤاخذه جاي من امريكا واحنا ما نعرفش؟ انزل يا حاج وبطل دلع، احنا هنا في مصر يا والدي. وزمان اللي انت بتتكلم عليه ده لا سيما في الارياف كان زمايلك اللي في سنك واصغر منك كمان كانوا بيقضوا الاجازه، بل والدراسه كمان بيقضوها في الغيط يا حاج. واللي ما يعرفش لا مؤاخذه الغيط ده هقول له ده اسمه في البوك بتاعك الحقل اللي المستر بيشرحه لكم في السكول، بس انكل احمد الظاهر الاعلام خدوا مننا يا عيني وبقى بيتكلم باللغه اللي هم عاوزينها. بص يا انكل معلش خلينا اكلمك باللغه اللي حضرتك ممكن تفهمها، اصل الدلع لما بيجي على كبر بيبقى لا مؤاخذه خيبه. سيدنا اسامه بن زيد رضي الله عنه كان قائد جيش الامه الاسلاميه كلها وهو اصغر من عمرك يوم ما خرجت للعمل كما تدعي. هل كان بقى من المفترض ان سيدنا اسامه يقعد يلعب مع الشباب في مكه والمدينه ولا يذهب الى قتال الرومان؟ محمد بن القاسم كان بيقود الجيوش في القرن الاول الهجري. محمد بن القاسم في عمر 17 سنه، يعني اصغر منك يوم خروجك للعمل فتح بلاد السند. عارف يا انكل احمد ايه هي بلاد السند؟ بلاد السند دي هي باكستان وافغانستان واجزاء من روسيا النهارده. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء في عمر طالب في الصف الثالث الاعدادي كانا يحملان هم الامه الاسلاميه ويشاركان في الحروب، وهما من قتل ابا جهل فرعون هذه الامه. ايه الفرق بينك وبينهم وانت كنت شاب كبير في السن وفي عمر فوق ال20 سنه؟ يعني تقريبا في عمر محمد الفاتح يوم فتح القسطنطينية وإعادتها إلى أحضان المسلمين إلى يوم الناس هذا. يا راجل ده حتى أبناء الأثرياء بينزلوا يشتغلوا معاهم علشان الآباء يشيلوهم المسؤولية ويعلموهم كيف تدار الأمور، يعني مش عيب ولا منقصة ولا أي شيء. رحم الله أباك يا شيخ أحمد وآباءنا جميعا وأجزل لهم العطاء على ما قدموا في حياتهم. الشاهد سيدتي أنا ذقت مرارة، أنا ما أقولش بقى يعني عشان والدي ميت ولا أريد أن طبعا أن يعني أذكره إلا بالخير، هي كان حضرتك تقصير، لأني أنا لما أعمل طول النهار من بعد الظهر إلى ما بعد العشاء وأرجع إلى غرفتي المتواضعة جدا في مدينة الجيزة وحضرتك أذاكر لقبيل الفجر، ولا أريد أن طبعا أن يعني أذكره إلا بالخير، هي كان حضرتك تقصير. يا راجل مش عاوز تذكره إلا بالخير؟ أهي الكلمة دي في حد ذاتها عقوق. والله زي ما بقول لك كده، لما تقول كده بيتبادر للذهن انه ما كانش كويس، بس انت يعني هتمسك لسانك عنه، زي ما حد بيجيب سيرة حد ميت وبكلام مش كويس فحد يرد عليه ويقول له يا اخي اذكروا محاسن موتاكم. بص يا شيخ احمد، عيب لما تطلع وتقول كده في حق والدك وانت راجل كبير، المفترض يعني انك قدوة. تقدر تقول لي اي شاب النهارده والده منغص عليه حياته يقول ايه؟ ده حتى المذيعة يا راجل لما جيت تجيب مبرر لوالدك قلت لها لا ده كان مقتدر وكان رئيس عمال، بس هو اللي كان كده، وتقول لها انا كنت برجع لغرفتي المتواضعه. عارف يا شيخ احمد غرفتك المتواضعه دي كانت حلم لاي طفل عايش مع 4-5 من اخواته في غرفه واحده، واحيانا كانت الغرفه دي بتاخد أسرة كاملة، إلى أن من الله على الناس ووسع عليهم وصاروا إلى حال أفضل، والبعض ما زال في الغرفة دي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على فقراء المسلمين وأن يغنيهم بالحلال الطيب. مش عايز أقفل المحطة دي كتير، أنا ما أعرفش إلى الآن أنا كنت عايش إزاي، ما كنتش أعرف إيه معنى طبيخ باللحم، مع أن الوالد ما كانش معدم، ما كانش فقير. كنت السؤال ده يمكن يكون كان غير قادر. لا كان قادر، كان رئيس عمال في الري، ولا حد كان يعرفه يا عم الشيخ، واللحمة دي كانت عند كتير من الناس في المواسم وبس. يا عم الشيخ أحمد ده بعض الحريم لما كانت بتذبح فرخة أعزكم الله يعني بتعمل فرح في البيت وبتاخد الريش وبترميه بره وبتعرف الناس كلها إنهم أكلوا فراخ. دي كانت أغلب حياة الناس يا شيخ أحمد إلى وقت مش كبير قوي، وأغلب أكل الناس وقتها كان الفول النابت والبصارة. تعرف البصارة يا عم الشيخ؟ والمسقعة والملوخية وفتة العيش والرز وبطاطس، وكان بقى يبقى 5 ستار لو جنبه كان بيضة مسلوقة، والفطار عيش
عيش وجبنه وقشطه ولبن رايب زي العشاء. دي كانت حياه الغالبيه العظمى من الناس، وكانت احلى عيشه وكان احلى اكل، لان الناس كان عندها رضا ومحدش بيبص لحد. يا شيخ احمد كنت ممكن تعرض الصوره بطريقه افضل من كده، وانك تعتبرها منقصه في حق والدك. فين انت من قول الله جل وعز وبالوالدين احسانا؟ الاحسان في الشرع يا ساده، والاحسان في الشرع يا شيخ احمد معناه مقابله السوء بالاحسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ان نحسن الى ابائنا مهما فعلوا معانا. يعني المسلم عنده امر رباني انه يقابل سوء والديه بالبر والتنازل عن الحق. ومن الإحسان للوالدين يا شيخ أحمد ألا نذكرهم بعد موتهم بسوء حتى ولو كانوا سيئين فعلا. طبعا انا يعني يمكن اقول لك انا عملت ابي بالحسنى. ما جيت اتزوج ما كانش في اي ادنى مساعده، ربنا اكرمني فيما بعد. انا بس بقول لك ما جيت اتزوج برضو ما ساعدنيش. املاكه صرفها على نفسه فقط كلها التي ورثها عن ابيه وعن غير ابيه، ولم يترك لنا جنيها واحدا. سلكت الطريق خشنا، ومع ذلك والله العظيم اول ما رحت اعاره السعوديه سنه 1981 ل 85 فطلب مني عن طريق خالي ان ياتي لاداء العمره. في اول سنه سافرت لسه على فيض الكريم، فعلا خليته جه عمل عمره وارسلت النفقه كامله. وطبعا يا ساده بعد ما الشيخ احمد عدد بطولاته الخرافيه في مرحله الشباب، وانه محدش له فضل عليه، وهو اللي عمل نفسه بنفسه وربى نفسه وكبر نفسه بنفسه في غرفته المتواضعه اللي كان ذكرها دي، وفي النص كده ذم في والده واتهمه بالتقصير في حقه، فراح خاتم بقوله انه مع ذلك برضه كان بر بوالده. يعني البطل في القصه كلها عم الشيخ احمد، بينما الوالد كان كومبارس في قصة أحدهم. عموما شكرا يا شيخ أحمد إنك كنت بار بوالدك، وإنك كنت سبب في إنه يعتمر، وإنك أحسنت إليه رغم إنه كان مسيء ليك. مع إنه لقاء غريب كعادة لقاءات الشيخ أحمد كريمة، واللي في بدايته بيذكر منقصة في حق والده وبعد كده بيظهر بره في النهاية. تحسه دايما في كل لقاءاته عنده حالة ارتباك غير مفهومة. وختاما يا سادة قال الله جل الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ديننا أمرنا بالإحسان إلى من ليس له معنا صلة قرابة، فكيف بالوالدين الذين أحسنوا إلينا في الصغر وبذلوا الغالي والنفيس من أجلنا؟ الله الله فيهم فهم باب لك إلى الجنة، إياك أن يغلق هذا الباب قبل أن تنال رضاهم وتبذل ما في وسعك لأجل سعادتهم. أحسن إليهم وتودد لهم، فبعد طاعة الله أوجب الله طاعتهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بر والدينا، وأن يوفقنا إلى حبهم ورضاهم عنا، وأن يدخلنا الجنة ببركة دعواتهم، وأن يتقبل منا ومن والدينا صالح الأعمال. وأخيرا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكذلك متابعة صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك دعمنا على الباتريون وعلى البيبال لاستمرار وتطوير القناة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.